مش غلط انك تحاول، مش غلط ان انت تعيد محاولاتك، مش غلط ان انت تتعلم من اخطائك وتحاول تصلحها، لكن الخطأ والحاجة اللي ممكن تخليك بني ادم فاشل ان انت تتمادى في الاخطاء اللي انت بتقع فيها يوم بعد يوم. هربط الفيديو اللي انا بتكلم فيه النهارده مع الحالة اللي عليها نادي مانشستر او فرقة مانشستر سيتي. مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة أو في كام سنة اللي فاتوا هو كان واحد إن لم يكن أقوى فرقة في العالم. آه، فرقة حاضرة ذهنيا بدنيا تكتيكيا، معاهم أحسن مدرب في التاريخ على حد قول الناس يعني، بيب جوارديولا. لكن لما تيجي تبص على الفرقة دي دلوقتي، هو تمادى في الخطأ وتمادى في الغلط وتقابل على الخطأ، وفكر إن هو ممكن يعمل أو يعني عندنا في مصر بيقولوا اللهجة دي اللي هو هيرقع الدنيا، هيليسها علشان الدنيا تمشي. لكن مع الأسف اللي بيحصل معاه دلوقتي هو قمة الخيابة وقمة الفشل. اللي عاوز أقوله لك من الفيديو ده، وده اللي هلخص بيه فكرة الفيديو نفسه: أنت ممكن تغلط، ممكن الغلط تتعرض له مرة واتنين وتلاتة، لكن ما تبقاش بني آدم فاشل بإن أنت تعيد الغلط ده مرة اتنين وتلاتة ومتتعلمش منه. حاول تتعلم من أخطائك وإن أنت توجهها بعد كده لحاجة تكون مصدر إلهام ليك في مسيرتك أو في حياتك العملية بشكل عام. لكن لو تمديت في الغلط وكملت وراه بغلط أكبر، صدقني هيجي يوم وهتلاقي نفسك زي الوضع اللي عليه دلوقتي مانشستر سيتي. خد الفكر اللي قدامك أو عبرة من أخطاء الآخرين، وحاول تبعد عن الطريق بتاعهم وتكمل بعد كده في طريق أحسن من اللي غيرك دخل فيه. لأن احنا في الأول وفي الآخر قصصنا مش زي بعض، فأنا باخد من قصتك عبرة ليا وأنت بتاخد من قصتي عبرة ليك.